في الخبر الوطني، عناصر الدرك الملكية التابعة لسرية إنزجان تضع حدا لنشاط ما يشتبه في كونها عصابة إجرامية في مجال السرقة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض في كل من أكادير إنزجان، مركز القليعة ونواحيها. ثريا المعرس ومبارك زمني. هذه المحجوزات هي حصيلة 11 عملية سرقة واعتداء في ليلة واحدة بفضل تدخل عناصر الدرك الملكي التابع لمركز القليعة مباشرة بعد توالي شكايات المواطنين الضحايا صبيحة يوم الجمعة الماضي. هاد الناس اللي هجموا علينا كانوا استغلوا فترة العيد، لأن الناس كلشي كيكونوا سادين مع الصباح. محلينا مع 8 ديال الصباح وقفوا علينا هما 3 هازين سيف ومن التمين. هذا السيد اللي حدايا تا هو ربما كان عنده عامر، صافي ما كانش لهم فرصه متابعه، مشاو لهذا سميتو مول الحانوت اللي جاري، مول الحانوت اللي جاري هو عنداش مشاو هجموا عليه وتشاد معاهم عطاه الله سبحانه واحد الشجاعه، تشاد معاهم. حنا خرجنا تنغوتوا باش نعتقوه وهما يهربوا. باغتني السيد كنسحب عند شي دري داخل عندي، شي دراري في الدراري داخل عندي، مال فين يدخل عندي الدراري. هاد اللحظة كيبان لي الموس بحال هكا، صافي انا طلقت القرعه في الارض، صافي طلعت لي في يدو، يد لي فيها الموس، بقيت انا مدابز انا وياه بحال هكذا. في اللحظه كيجي الاخر من الفوق الكونطوار وكيضربني بهذيك الحديده على راسي. خلال عملية تدخل رجال الدرك الملكي لمركز القليعة تمت مقاومتهم من طرف أفراد العصابة بالسلاح الأبيض، مما اضطر دركيا إلى استعمال سلاحه الوظيفي لتفادي طعنة كانت موجهة إليه، نتج عنها إصابة المعتدي في فخذه الأيسر، نقل إثرها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لإنزجان حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. عملية مداهمة عناصر الدرك الملكي لأفراد العصابة لقي استحسانا من طرف الساكنة التي ضاقت درعا من الاعتداءات المتكررة التي باتت تهدد راحة ما يقارب 90,000 نسمة القاطنة بالجماعة الحضرية للقليعة.